صباح الخير يا مغرب، مرحبا بكم معنا فين ما كنتوا على شدا FM. وضيف الصباح اليوم معنا منير جازولي، مدير تواصل وتسويق في بنك اوف افريكا، رئيس تجمع المعلنين والمستشارين في المغرب سابقا، ورئيس الاتحاد العالمي او عضو الاتحاد العالمي للمستشارين. سي منير جازولي، صباح الخير، مرحبا بك معنا. صباح الخير. البارح في الدار البيضاء انطلقت اذا المناظره الوطنيه للاشهار، نسختها الاولى اللي غتختتم اليوم بالتوصيات. كتجي في واحد المرحله دقيقه جدا، السوق الاعلامي بشكل عام والسوق الاشهاري بشكل خاص اللي كيعيش تحولات كثيره، لا من ناحيه سوسيولوجيه ولا من ناحيه ديال النموذج الاقتصادي ولا تحولات تقنيه. خلينا نسولك باختصار، اولا واش سوق الاشهار في المغرب بخير؟ لا، تكلمتي على المرحله سي كريم، المرحله اللي كتجي فيها والظرفيه اللي كتجي فيها المناظره الوطنيه الاولى من فوق من الوضعيه ديال سوق الاشهار بالضبط. هي مرحله اللي كتهم سوق الاشهار بواحد الشكل كبير. الديناميه الاقتصاديه اللي كيعرفها المملكه المغربيه، الاحداث الكبيره اللي كتستعد المملكه المغربيه للتنظيم ديالها، الاهتمام المتزايد ديال المستثمرين بالمملكه المغربيه، التطورات التكنولوجيه اللي مست قطاعات كثيره ومن بينها قطاع الاشهار اللي تاثر بزاف بهذا التطور وهذه الطفره التكنولوجيه اللي كيتحدث عليها العالم اجمع، اللي هي الذكاء الاصطناعي. اذا الظرفيه هي ظرفيه ماشي فقط خاصه بسوق الاشهار او الفاعلين في هذا السوق، ولكن ظرفيه اللي هي اوسع واكبر، اللي كتمس سوق الاشهار بواحد الشكل كبير. وهذا الشيء اللي كيعطي واحد الاهميه كبيره، واحد الاهميه اكثر لهذه الظرفيه وهذه المناظره والاشغال ديال هذه المناظره والمخرجات ديال هذه المناظره اللي كنتظروهم ان شاء الله اليوم. السوق ديال الاشهار واش كيعيش ظرفيه صعبه؟ يمكن نقراو الوضعيه من جوج جهات. هي واحد الوضعيه من ناحيه الحجم ومن ناحيه الكم ومن ناحيه الارقام، يمكن نقولوا ماشي مقنعه بزاف وما كافياناش كفاعلين في هذا القطاع. كنظن باللي ان السوق ما تطورتش بواحد الشكل كبير في السنوات الاخيره اللي كان منتظر، من حيث الجوده ديالها ولا من حيث القيمه الماديه ديالها؟ القيمه الماديه والحجم ديال السوق كيبقى واحد الحجم اللي ماشي كبير بالنسبه بالمقارنه مع التطلعات، بالمقارنه مع الطموحات ديالنا، بالمقارنه مع القدره ديال الاقتصاد المغربي وديال هذا السوق الاشهاري في المغرب. كنظن اننا كندوروا في واحد رقم المعاملات شحال دابا؟ 7 مليار؟ نو، كنظن ما بين 6 و 7 مليار ديال الدرهم. زعما اوبتيميست. شحال خاصو يكون بنظرك اليوم لا ماتوريتي اللي وصلنا لها؟ شحال كان خصها توصلنا كسوق اشهاري في المغرب؟ نقدروا ما نشوفوش دون لابسولو الرقم اللي خصنا نشوفوه هو واحد المؤشرات اخرى اللي كتعطينا واحد القراءه اللي هي دقيقه واللي كيستعملوها الفاعلين في العالم كامل. هو واحد الراسيو ديال الاستثمار الاشهاري على الناتج الوطني الخام ديال الدوله. اليوم كندوروا في واحد اقل من 0.5، واللي هو معدل ضعيف. المتوسط العالمي هو 0.76. كاينه دول اخرى اللي فايته 1.5 2% يعني على الناتج الداخلي الخام، الناتج الداخلي الخام ديال الدوله. هذا المؤشر الاول اللي كيبين لنا بعد. الثاني هو الانفستيسمون بوليستير بير كابيتا، يعني شحال كنستثمروا، شحال كيستثمر السوق كامل بالنسبه لكل مواطن، وتا هو واحد الرقم اللي حنا مازالين بعد فيه. هادو هما المؤشرات اللي خصنا نلاحظوا. شحال حنايا اليوم؟ نعطيك الرقم بالضبط. كنظن عندي تقريبا واحد 4.6 دولار للفرد، بالمقارنه مع 90.5 دولار في واحد الدول اللي كبيره والمعدل العالمي اللي كبير. يعني مازالين بعد بزاف هذا الاستثمار الاشهاري. هذا ناتج على مجموعه من العوامل، يمكن نذكروا البعض ديالها. اولا ان السوق ديال العدد ديال الفاعلين والمستشهرين والمعلنين في المغرب هو واحد العدد، واحد الرقم اللي بقى محصور منذ سنين. يعني نفس المستشارين نفس المعلنين اللي كيدوروا في السوق، إلا شفنا جميع وسائل الإعلام سواء التلفزة أو الراديو أو الصحافة أو العالم الرقمي، هو نفس العدد. ما وسعناش العدد والسوق ديال المعلنين. الاقتصاد الوطني كما كنعرفوا جميع طاغي عليه المقاولات الصغرى والمتوسطة وفاعلين اللي صغار. هادو مازال ما دخلوش بواحد الشكل كبير بواحد الشكل رسمي لسوق الإشهار، وما بداوش كيستثمروا بواحد الطريقة اللي هي دائمة ومستدامة في الإشهار. هادو كيخليونا اننا نبقاو في واحد الحجم صغير لان نفس الفاعلين. هذا الاول. الثاني، هاد الفاعلين اللي كاينين اللي هما شركات وطنيه كبرى وعلامات تجاريه مغربيه كبرى او علامات تجاريه دوليه حاضره في المغرب
كبرى ما كبراتش حتى هي وما طوراتش بواحد الشكل مستدام ومتطور الاستثمارات الاشاريه، بقات في نفس الارقام ونفس الميزانيات اللي كتوجه للاشهار في كل سنه. هذا ما خلاش ان السوق يكبر. هادو بعض العوامل اللي يمكن اللي خلات هنا غنرجع للتساؤل، واش هذه المناظره الوطنيه غتكون فرصه ولا رافعه باش اننا نطوروا سوق الاشهار وبالتالي تطوير حتى سوق الاعلام بشكل عام في المغرب، وايضا الانعكاسات الاقتصاديه ديالو والاشعاع ديال المغرب اللي مقبل على منافسات وتظاهرات كبيره هاد اليومين البارح واليوم. السؤال هو واش غاد تكون فرصه باش اننا نطوروا سوق الاشهار في المغرب؟ حضرت البارح وكنت حاضر سي منير جازولي طيله اليوم عدد من المتدخلين تكلموا على هذا سواء الذكاء الاصطناعي ولا لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولا التحولات سواء التقنيه ولا المجتمعيه اللي كاينه اللي كتغير حتى النموذج بواحد الشكل كبير. كيفاش اليوم ممكن لي زاكتور ديال الاعلام في المغرب سواء على مستوى الحكومه على مستوى المستشارين وكالات الاشهار والتواصل ولا وسائل الاعلام انهم يواكبوا هذا التحول ويستافدوا من هذه الفرص الرقميه اننا نركبوا في القطار وما يفوتناش؟ ما بقاش اختيار، كنظن هو واجب. سواء غادي نستشرفوا هاد الامور المستجدات المستقبليه والتكنولوجيا اللي جات ماشي عاد غتجي، اللي هي اليوم حاضره وكتستعمل وكنعيشوها يوميا في الاشتغال ديالنا، وغنستافدوا منها كفرصه ماشي كتحدي او كخطر يداهم هذا القطاع. سواء غادي يفوتنا الركب، لان اليوم الذكاء الاصطناعي يدخل سوق الاشهار بواحد الشكل كبير، وغير المفاهيم وغير طريقه الاشتغال وغير لا شين دو فالور ديال القطاع. لان اليوم مستشهر اللي كان كيخصو يدوز بواحد المجموعه من الفاعلين، واحد المجموعه من الخبراء باش يقوم بواحد التحضير ديال واحد المحتوى اعلاني او واحد الوسيله اعلانيه وبالنشر ديالها على وسائل الاعلام او التواصل مع الجماهير. اليوم يقدر يدير بزاف ديال الحوايج منها هو في المكتب ديالو عن طريق تطبيقات ديال الذكاء الاصطناعي. هذا ما كيعنيش اننا غنتجاوزوا هاد الفاعلين كاملين واننا غنتجاوزوا هاد الخبراء كاملين اللي في سوق الاشهار، ولكن كيعني ان كل شيء غيولي عنده ولوج الانشاء والانتاج ديال المحتوى ديال الوسائل الاشاريه اللي خاصنا نديروا. ولا خاصنا نجلسوا جميع ونشوفوا كيفاش نعاودوا النظر في طريقه الاشتغال ديالنا، التكامل اللي ما بين الفاعلين من المعلن لوكاله الاستشاره لوكاله نشر محتوى الاعلان صانعي المحتوى الاحرار وسائل الاعلام الرسميه سواء التقليديه او الرقميه، الخبراء اللي كيعطيو استراتيجيات في هذا المجال. خاص الجميع لقاو طريقه جديده ديال الاشتغال وطريقه جديده باش تكون واحد القيمه مضافه، واحد القيمه اللي هي مهمه اللي كيعطيها كل فاعل في بالاستعمال ديال التطبيقات اللي هي اليوم جات كتعطينا واحد السهوله في العالم وكتعطينا واحد ليفيكاسيتي زايده اليوم في الاشتغال ديالنا. وهي في نفس الوقت سيموني جازولي كتبين واحد المجموعه ديال التخوفات ولا حتى واحد الخلل في المنظومه كامله، وتكلموا عليها المتدخلين البارح من مختلف وجهات النظر حتى على المستوى المالي، الناس ديال الضرائب، الناس ديال التمويل ولا الميديا ولا الاعلام، ديال انه ما كاينش توازن. اليوم فاش كنتكلموا على ديجيتال كاينين لي غافا ولا دابا حتى جي تي ام اكثر، جوجل، تيك توك وميتا اللي كياخذوا واحد النسبه كبيره كيقدروها بعض الخبراء انها كتوصل حتى ل 70-80% من الميزانيه الموجهه لسوق الاشهار في المغرب، وبالتالي ما يبقى وسائل الاعلام المغربيه وللاشهار اللي كيدور في المغرب ما بين المغاربه والماركات المغربيه من هذيك 6-7 المليار ديال الدرهم اللي كنتكلموا عليها، واحد 250 مليون ولا 200 مليون ديال الدرهم فقط. شي الاخر كله كيمشي لهاد الاخبار. كيفاش ممكن يرجع التوازن؟ هذه الوضعيه ما كتهمش السوق المغربي، هذه وضعيه عالميه. اليوم اسواق اللي هي كبيره وكبر منا بزاف كتعرف نفس الوضعيه، لان هاد المنصات العالميه اليوم استأثرت بحصه الاسد ديال سوق الاشهار وديال الاستثمارات الاشهاريه في العالم باجمع. علاش؟ لان
كتوفر واحد السهوله في التعامل، واحد الوسائل، واحد التقنيات اللي كتمكن المعلنين ان يتواصلوا مع الجماهير ديالهم بواحد الدقه وواحد الفعاليه، ويكون عندهم واحد الوسائل ديال التتبع وديال لو ريبورتينغ ديال الوقع وديال الاثر ديال الاشارات ديالهم. هذا ما كيعنيش اننا خصنا نتخلاو على الوسائل الاعلام المحليه، هذا واقع في المغرب وفي بلاصه اخرى، لان خص يبقى عندنا واحد التنوع اعلامي، خص يبقى عندنا واحد المشهد اعلامي اللي هو ولكن واخا كتوصل 80 90% كتمشي لهاد لي بلاتفورم، ما غاديش نقول انها عاديه، ولكن هذا واقع اليوم اللي كنعيشوه، لان عندهم واحد ولكن هذا الواقع واش ممكن يتصحح ولا لا؟ ممكن يتصحح، وهذا كان من بين المحاور ديال النقاش ديال المداخله ديال البارح، واننا كيفاش نصححوا كيفاش يتصحح او نقلوا منه، لان ما غاديش نقضيو عليه 100%. هذه باش نكونوا واضحين. اليوم كاينين هذا على الاقل تعادل كانت كافا الا درنا 50 50 كانت كافا ولا جي ام ام ولا جي تي ام، وغدا غتولي سي اف، جو سي با شنو اللي غيجي من بعد، كل مره شنو كيخرج غيجيو من سات. ولكن انا تفاجات بزاف فاش سمعت البارح في المناظره انه يلا واحد 10% من ميزانيه السوق اللي انت يلاه في الاول شنو قلتي لنا انها ضعيفه، سوق ضعيفه ديال 6-7 المليار، وفي الاخر اللي كيبقى منها جميع وسائل الاعلام المغربيه بما فيها دوزام والقناه الاولى والمحطات الاذاعيه كاملين والمواقع الالكترونيه وكل شيء 10%. لا فرقم كبير. ماشي هذا هو الرقم، لا ماشي هذا هو الرقم. هذيك 10% ديال لا بريس، ما بين لا بريس ديجيتال لوكال لي ديزيتور لوكو اي كافه. اما في الميزانيه كلها نو الرقم ماشي هو هذا، ما كيوصلش لهذا الحد. هذاك الرقم ديال 70-80% اللي تحدثتي عليه هو الرقم ديال الاستثمار في الاعلانات مباشره. الاعلان المباشر هو اللي كتمشي منه واحد النسبه كبيره، ماشي هذا الرقم بالضبط اللي يكون. غتكون تقريبا في المغرب واحد ما بين 45 حتى 50% ديال الاستثمار في الاعلانات الرقميه، ماشي الاعلانات في وسائل الاعلام التقليديه اللي هما التلفازه والجرائد، لي ريزو سوسيو الرقميه، لي ريزو سوسيو لي زيديتور بريميوم، المواقع الاخباريه منتجي المحتوى الرقمي، كتمشي ما بين 45 حتى 55% بالنسبه للسوق المغربي. هذا هو الرقم اللي كنتوفروا عليه. ولكن ممكن يتخلق توازن مع المنصات العالميه. نخلقوا توازن. باش نخلقوا توازن هو غنلعبوا جميع على هذاك الشيء اللي كيعطي واحد لافونتاج المنصات العالميه. علاش معلن كيختار يمشي للمنصات العالميه؟ كما قلت، اولا السهوله ديال الولوج ديالها وديال الاستعمال ديالها، ثانيا الامكانيه التقنيه اللي كتعطيك واحد الولوج بدقه للجماهير ديالك والتواصل مع الجماهير ديالك بالطريقه اللي كتبغي. كتختار النوع، كتختار السن، كتختار محل السكن، كتختار الهوايات، كتختار الطريقه ديال الاستهلاك والطريقه ديال العيش ديال الناس اللي بغيت توصل لهم بواحد الطريقه اللي هي سهله وكيمكن تتبعها وكيمكن تصححها في كل دقيقه وفي كل ثانيه. يعني هاد الوسائل التكنولوجيه والتقنيه اللي كتوضع هاد المنصات راه الاشارات المعلنين هي كتعطي واحد لافونتاج في العالم كامل، ماشي بالنسبه لوسائل الاعلام المغربيه ولا لي زيديتور بريميوم في المغرب، في العالم كامل. اذا خاص لي زيديتور بريميوم المغربيين ديالنا يخدموا على هاد لي زافونتاج اللي كتعطيهم، يديروا ليكيفالون ديالهم يعطيوه المعلنين باش تجر معلنين اخرين. وكاينه تجارب كما عطيت البارح المثال، كاين السوق ديال ماليزيا اللي كانت واحد التجربه مهمه، تجمعوا لي زيديتور لوكو يعني المواقع الاخباريه والمواقع الاعلانيه المحليه، وداروا واحد المنصه مشتركه، اشتغلوا مشتركين اللي كتعطيك نفس التجربه بالنسبه للمعلن اللي كتعطيك منصه عالميه سواء ميتا او جوجل او تيك توك او وحده اخرى. بنفس الطريقه كتدخل كتختار الجماهير اللي بغيت توجه لهم المحتوى الاعلاني اللي بغيتي توصل، الطريقه باش بغيتي توصلوا، الوقت اللي بغيتي توصلوا، لا فريكونس يعني الوتيره اللي غتمشي بها هذه الوسيله الاعلانيه ديالك، وكتبعوا عندك لي ميم الوسائل ديال الروبورتينغ اللي كتعطيك واحد لي بيلون واحد التتبع دقيق واني الاعلان ديالك كيفاش كيدوز، اشنو كيعطي ديال الاثار اللي كيعطي على المبيعات ديالك او على الصوره ديالك او كذا وكذا وكذا بالنسبه على حسب الاهداف ديالك. هذه كانت واحد التجربه ناجحه واللي تعاودت في دول اخرى. هذا حل ماشي حل، ولكن واحد العمليه اللي خصنا نخدموا عليها في اسرع وقت مجموعين، لان مدخل للحل كمعلنين كذلك هو ان تكون عندنا واحد المشهد اعلامي قوي مغربي، لان كيعطينا سوفرانتي ناسيونال في لي ميديا، سوفرانتي ميدياتيك، كيعطينا واحد المحتوى اللي هو كنعرفوه وما غيكونش عندنا فيه مفاجآت، لان من بين المشاكل الكبرى اللي كتواجه العلامات التجاريه المغربيه او العالميه في هذه المنصات العالميه هو لا براند سيفتي.
لا براند سيفتي هو الحمايه ديال العلامه التجاريه وديال الاطار اللي كتمر فيه الاشارات ديالك، لان ما كاينش اللي غيضمن لي انا ملي غندوز في جوجل او في ميتا غدا واحد الاشار ديالي انه غيطيح في واحد الموقع اللي معادي للمغرب، انه غيطيح في واحد الموقع اللي فيه واحد المحتوى معادي للاخلاق ومعادي للثقافه ديالنا او معادي للسياسه او معادي لهذه ومعادي لهذه، ما عندكش سلطه ولا تحكم على الميساج والقنوات كبير باش تفادى هذا الشيء، حتى المعلنين كيديروا مجهود كبير، ولكن ما عمرك ما كتكون في منأى عن انه يوقع هذا. ما يمكنش يكون عندك في وسائل الاعلام المحليه اللي كتكون كتضمن الخط التحريري ديالها انه كيتبع الثوابت ديالنا، كيتبع الثقافه ديالنا، كيتبع الالتزامات ديالنا، كيتبع الهويه ديالنا، كيتبع واحد المجموعه من الامور اللي ما تخافش منها. نطلب منك تبقى معنا واخا نجاوزوا الوقت واحد شويه بعد الموجز. انا نرجع عندك سي منير جازولي، لانك تكلمت على هذه العلاقه حتى ما بين الاشهار والاعلام. تكلمت عليها البارح رئيسه ديال الهاكا العليا، الهيئه العليا للسمع البصري، واستقلاليه الاعلام عن سوق الاشهار، فين كاين التماسك فين كاين الاستقلاليه. نطلب منك ايضا رايك في الحلول الممكنه وكيفاش هذه المناظره الوطنيه الى تعطات واحد ثلاثه الاولويات في نظرك شنو غادي تكون، وما يمكنش تكون معنا سي منير جازولي وما نتكلموش على الكره. المغرب اليوم مع البحرين وحتى في كاس العالم، وكيفاش كاس افريقيا وكاس العالم اللي جايين غيأثروا على الصناعه الاعلاميه في المغرب. ونعطيك السؤال من دابا وخليك توجد الجواب. واش عندنا اعلام اليوم بحجم هذه التظاهرات لمواكبه الكان والكوبا ديل موندو؟ سي منير جازولي مرحبا بك معنا من جديد. قبل الفاصل كانوا ثلاثه نقاط اساسيه مازال بغينا نشوفوها معك: العلاقه ما بين الاعلام والاشهار، الحلول الممكنه من خلال هذه المناظره، وايضا مدى جاهزيتنا لمواكبه الاحداث الرياضيه الكبرى. البارح لطيفه اخرباش رئيسه الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري الهاكا اللي كان عندها خطاب طويل في الافتتاح، من نقاطه الاساسيه هي تطوير ديال السوق ديال الاشهار ديال الاعلام بشكل عام، ولكن تبقى واحد الاستقلاليه ما بين الميديا ما بين وسائل الاعلام والاشهار. كنشوفوا كنعيشوا في المغرب انه كاين هذا التداخل. كيفاش في نظرك ممكن نوصلوا لنموذج اللي العلاقه فيه ما بين الاعلام والاشهار ما تكونش علاقه ديال التبعيه وموضوخ لان كاينه قوه المال والاقتصاد، وتكون علاقه ديال التكامل ديال الشراكه وفيها الاستقلاليه ديال الصحافه والاعلام؟ كنظن هذا مبدا اللي عالمي ومبدا اخلاقي اللي لا يمكن التنازل عنه، اللي هو مهم. بالفعل كاين بعض التجاوزات كنعيشوا جميع كما كيعيشوا اسواق اخرى مشاهير في المغرب هذه الصعوبه في الفصل ما بين الجانبين، يعني الجانب التجاري، الشق التجاري ديال العلاقه ما بين المعلن والخط التحريري والخط التحريري. كنظن انه لا من مصلحه وسائل الاعلام لا من مصلحه المعلنين ان يكون هذا التداخل. كتكون وضعيات اللي كيكون فيها بعض التداخل، كاينه واحد الممارسات اللي كتغذي وكتسهل هذا التداخل. اللي خصنا نعرفوا هو ان كعلامه تجاريه او كمعلن بالاخص العلامه التجاريه بالنسبه للمصلحه ديالها على المدى المتوسط والبعيد خاص يكون واحد الفصل، وما خاص يكون واحد التداخل، وخاص تكون واحد الاستقلاليه اللي تبقى عند وسيله الاعلام وواحد الاستقلاليه اللي تبقى عند علامه، لان التداخل بيناتهم يمكن يعطي واحد الحلول انيه، يمكن يعطي واحد التلميع ديال الصوره ديال هذه العلامه التجاريه في الوضع الاني، ولكن كيشكل واحد المخاطر كبيره اللي يمكن تدمر العلامه التجاريه. وكنشاهدوا انه اليوم ما بقاش فصل، لان يمكن يكون واحد الممارسه او تداخل في الخط التحريري والعلاقه التجاريه ما بين وسيله اعلاميه تقليديه او رسميه وعلامه تجاريه اللي يمكن تفضح في وسائل رقميه، يمكن تفضح في وسائل اعلاميه اخرى، ويكون الاثر ديالها والواقع ديالها سلبي اكثر ما هو ايجابي في هذيك العلاقه. هذه واحد التوجه اللي كنعطيوه في جميع المنتديات ديالنا العلامه التجاريه، وكنظن ان الاغلبيه ديال المسؤولين على العلامه التجاريه وعلى تسيير العلامه التجاريه هم واعيين بهذا. يكفي فقط ان نواصلوا التوعيه من الجانبين، لان يمكن تفهموا بعض وسائل الاعلام لان كيكون واحد نقطه ضعف امام قوه المال كما قلتي، قوه الاستثمار الاشهاري، لان غنكون في واحد الحاجه ان نطور المداخيل ديالي الاشهاريه باش يمكن نواصل الاشتغال ديال الوسيله الاعلاميه اللي كنسيرها. يمكن يكون عندي بعض التساهلات او بعض التنازلات، ولكن اللي ماشي في مصلحه لا وسيله الاعلام لا العلامه التجاريه. هذه ممارسات اللي ما يمكنش نكرهها، ولكن ممارسات اللي ما يمكنش نشجعوها، ما يمكنش نوهبها. خصنا نبقاو نشتغلوا ونواصلوا الشغل، لان
ماشي بعض الممارسات اللي كتكون في المعيش اليومي ديال الفاعلين في هذا القطاع ما يمكنش تختفي بين يوم وليله. يكفي أن كيفاش ممكن تختفي الممارسات السيئه ولا كيفاش ممكن التطوير باش نرجع معك المناظره؟ كنظن اول نقطه هي تقويه الاستقلاليه الماليه ديال وسائل الاعلام. ما يكون عندها استقلاليه ما عمرها ما تقبل انها تكون في هذه الوضعيه هذه اولا. ثانيا خاص تقويه الوعي لدى الفاعلين والمسيرين ديال العلامات التجاريه ان التكوين ديال واحد السمعه وتطوير وتقويه السمعه ديال واحد العلامه التجاريه في اي سوق معنيه ما كينبانيش على ضغط باي طريقه، سواء من ناحيه المال او من طريقه اخرى، ضغط باش نحصل على واحد السمعه اللي ما كنستاهلهاش واللي ما كونتهاش. يعني التكوين كيكون على المدى المتوسط والبعيد وبالاخص البعيد كيكون على واحد السمات اللي كنعطيها وكنشكلها بواحد الشكل اللي هو شفاف وبشكل اللي حقيقي، ماشي كنلمع بواحد الطريقه اللي سطحيه او بواحد الاليات او بواحد العمليات اللي هي سطحيه ودايزه، يعني انيه ودايزه. كنلمع وكنكون صوره اللي كتكون واحد الثقه ديال الجمهور، تكون واحد الثقه ديال المحيط ديالي من خلال ما اقوم به فعليا ودائما. طيب البارح في الكلمه الافتتاحيه ديالو وزير الثقافه والاتصال مهدي بن سعيد قال بانه هذه المناظره الوطنيه كتجي باش نحطوا واحد رؤيه موحده وخارطه طريق المستقبل ديال قطاع الاشهار والاعلام بشكل عام في المغرب. انت سي منير جازولي بمسارك ما شاء الله بديتي الخدمه صغير، انت بزاف قديم انت واخا مازال الشباب تبارك الله، ولكن تبارك الله مسار طويل. كنتي رئيس ديال تجمع المعلنين في المغرب، انت اليوم ايضا عضو في الاتحاد العالمي للمستشارين. الا طلبت منك انت بصفه شخصيه كمهني وواحد من النشطاء في القطاع بواحد الشكل كبير، تحدد لي 3 ديال الاولويات اللي كتعتبرها اساسيه خاصنا نركزوا عليها اليوم بشكل فوري الا بغينا نقله النوعيه، الا بغينا واحد الشونجمون اللي يبان ماشي غير شي حاجه اللي نقولوا ما كما قلت كاين شي حوايج ما تصايبش ما بين اليوم وغدا، ولكن الا بغينا هذاك الكويك وينز ولا هذاك الاثر السريع واللي باين، 3 الحاجات اولويات ممكن يعطيونا هذه النقله باش نطوروا القطاع في المغرب. شنو هما توب 3 ديالك؟ باش نكونوا واقعيين كنظن ان اول اولويه والاولويه الاهم وذات الاهميه القصوى هي تقويه الشفافيه والثقه بين الفاعلين في هذا السوق. هذا كيمر عبر مجموعه من الاليات كنظن ما عندناش الوقت باش ندخلوا فيها كامل، ولكن كيمر من ميثاق الاخلاقيات. كاين اليوم ميثاق اخلاقيات ما بين المعلنين ووكالات الاشهار، خص يكون ميثاق اخلاقيات ما بين جميع الفاعلين وسائل الاعلام، جميع المتدخلين في هذا القطاع. كاينش فقط الميثاق، كاين الاليات اللي كترسخ الشفافيه من بيناتها، العقود متعدده الاطراف. يعني ملي كيكون واحد الشراء ديال واحد المساحه اعلانيه في واحد الوسيله اعلانيه ما خصش يكون فقط واحد لو دوفي او واحد لا فاكتور ما بين الوكاله وما بين المعلن، خاص تكون واحد العقد متعدد الاطراف ما بين المتداخلين كاملين، وكل اللي غياخذوا واحد القسط مالي من هذه العمليه التجاريه. يعني معلن اللي كيخلص، وكاله الاعلان او وكاله الاستشاره الاشهاريه اللي يمكن تعطي نصح باش نمشيو في هذه الوسيله ولا لا، وكاله تسويق المساحات الاعلانيه لي زاجونس ميديا اللي كتدخل والميديا. يعني خص يكون واحد العقد مثلا اللي هو شفاف، مكتوبه فيه الشروط، شروط الاداء، الاجال، القيمه، البورسنتاج اللي غياخذ كل واحد، وشنو اللي غيوصل الشفافيه، لان هذه حتى هي واحد النقطه مهمه لترسيخ الشفافيه واللي كنعانيو منها اليوم. دابا هادشي باقي كيدوز بالتليفونات وبالواتساب وتجاوزات بون كوموند في كما قلتي وما كاينش فيها وضوح. كنعطي غير امثله. يعني قلنا الاولويه الاولى هي الشفافيه والثقه، قلنا الميثاق ديال الاخلاقيات، ثانيا هذه العقود، ثالثا الشفافيه والاعلان ديال لي تاريف ديال التسعيرات ديال المرور في وسائل الاعلان اللي هي كذلك ماشي شفافه اليوم. ما كيكونوش نفس التسعيرات وما كنعطيوش نفس التسعيرات ونفس لي غوميز لكل شيء المعلنين. خاص يكون ليكيتاب، يكون ايكيتابل وتكون واحد مساواه في التسعيرات وفي التخفيضات اللي كنعطيو. هذه ما كتبقاش مرتبطه بالعلاقه التجاريه ما بين طرفين. يمكن ممكن يكون لاغري تاريفير معروفه من الاول. قبل ما نوصلوا للعلاقه التجاريه خاص تكون تكافؤ الفرص من الاول. بي ام او تي بي، اول معلن اول مره، معلن قديم، معلن اللي عنده علاقات، معلن اللي ما عندوش علاقات، معلن اللي عنده ضغط، معلن. خاص كلنا نكونوا سواسيه امام التعريفه الاولى.
هو المدخل هذه كاينه لا هو مازال ماشي كل شيء عنده ماشي بزاف. هذا هو المدخل الاول. عاد من بعد كنوصلوا عادي كيما اي بيع وشراء. انت كتشري علاقات ايجابيه ديك الساعه فيها غنعطيك اكثر ونعطيك واحد الامور اللي هي زايده، واحد اخر ما نعطيهمش ليه، واحد جا اول مره باش نشجعوه غنعطيه واحد لافونتاج. هادشي هادو حويجات اللي كتقول لنا تقسم معنا سي منير جازولي كيبانوا الاولويه الاولى هادو ساهلين وممكن يداو. فعلا وكانوا فيهم ديجا بدايات خاصة نواصلوهم، والحمد لله من بيننا الامور المهمه والاثر المهم ديال هذه المناظره هو ان نتلاقاو الناس كاملين. جميع الفاعلين شفتي البارح كيفاش كلشي تلاقى، كلشي قال داكشي اللي عنده، كلشي هضر، واللي كيعيب شي حاجه على الاخر قال هذا هو المهم. بعدا كنديروا واحد ليطا دي ليو، كنحطوا المشاكل من بعد يمكننا نسرعوا الوتيره ديال هذا الشيء. هذه الاولويه الاولى، درنا الشفافيه والثقه. الاولويه الثانيه هو واحد المشروع اللي خدمنا عليه منذ سنين واللي كان توقف للاسف، اللي هو التقنين الذاتي. اليوم القطاع قادر انه يقنن ذاته بذاته، قادر انه يكون عنده واحد المنهاج ديال العمل وواحد الامور اللي كتحدد طريقه العمل والمجال ديال العمل ديالو، وكتعطي الشروط وكتعطي لي ليميت اللي ما خصش نتجاوزوهم بيناتنا كاملين، لي بيست براتيك، الممارسات الفضلى اللي خصها تكون عندنا. هذا كذلك عندنا نماذج عالميه، لان بدات بلا ريغولاسيون او بدات سون ريغولاسيون اللي داز لوتو ريغولاسيون، ومن اليوم متاكدين ان الحل بالنسبه لسوق الاشاره وبالنسبه للفاعلين في سوق الاشاره وهذا المجال ديال الاشاره والصناعه الاشاريه هو لوتو ريغولاسيون. حتى هو بدينا فيه للاسف ان بزاف ديال المبادرات كانت ولكن ما كتواصلش. بدينا فيه ولكن كان واحد الصعوبات في التمويل ديال هذه الاليه ديال التقنين الذاتي، وكان صعوبات في التكوين ديال لورغان اللي غيسير التقنين الذاتي. وهذا الشيء يمكننا نتجاوزوه اليوم الا كانت اعانه من وزاره الاتصال وكان واحد لا فولونتي ديال جميع الفاعلين، يمكننا نسرعوا الوتيره ديالو. هذه الاولويه الثانيه. الاولويه الثالثه هي التطوير والتقويه ديال المشهد الاعلامي المغربي المحلي في اطار تقويه السياده الاعلاميه المغربيه. وهذا اليوم ما كيخصش فقط المعلنين او سوق الاشاره، كيخص الدوله سياده الدوله كامله، وكيكتسي اكثر فاكثر اهميه في العالم كامل بالنظر الظرفيه اللي كيعيشها العالم واللي غيعيشها ان شاء الله. وهذا التسارع ديالو خاصنا. هاد ثلاثه الاولويات اللي قلتي كيبان انهم معقولين ممكنين وغيكون عندهم نتائج ايجابيه. غناخذ الثالثه لانها هي المدخل ديال السؤال الاخير. واش عندنا اعلام قوي ولا نقول اعلام بمختلف وسائله ومختلف الفاعلين فيه بما فيهم المستشارين والوكالات والماس ميديا كلها، سواء الكاس افريقيا اللي هي ربما بروفا اوليه لكاس العالم من هنا 5 سنين، واش غيكون عندنا مونديال ديال الاعلام حتى هو ولا باقي ما وصلناش لهذاك الليفل؟ كنظن كان عندنا واحد الحد في المغرب بالتوجيهات الساميه ديال صاحب جلاله نصره الله ان حررنا الاعلام، اننا خلقنا اذاعات اللي من بينهم اليوم حاضرين في شدا اف ام واذاعات اخرى، خلقنا وسائل اعلام خصوصيه وخاصه من غير وسائل الاعلام العموميه اللي كبرنا معها واللي كانت في المغرب منذ امد طويل. اليوم عندنا واحد المشهد الاعلامي اللي هو متنوع، عندنا واحد المشهد الاعلامي اللي فيه فاعلين خواص اللي كيعيشوا بعض الصعوبات، وكان الحديث عليها البارح، تحدثوا عليها مجموعه من الفاعلين كيعيشوا واحد الصعوبات بالخصوص ماليه من التمويل، لان هذا السوق ديال الاشهار صغيره وما يمكنش تغطي هاد الناس كاملين. ملي كنعرفوا باللي حتى وسائل الاعلام العموميه كتسنى واحد الحق ديالها من السوق الاشاريه وكتشتغل وما يمكنش تشتغل الا بداك الحق ديالها من داك السوق الاشاريه. يعني باش غنمولوا واحد القسط كبير من وسائل الاعلام العموميه ونمولوا وسائل الاعلام الخصوصيه، السوق ديال الاشاره اليوم ما كافيناش. يعني هذا العائق المالي كيمنع التطور بشكل كبير ديال وسائل الاعلام في المغرب. وهذا الشيء اللي كنشاهدوا اليوم اننا كنظن كلنا ما راضينش على الوضعيه ديال الاعلام في المغرب اليوم. كانت تطورات، كان مجموعه من الاجتهادات، كانت مجموعه من المستجدات اللي احنا فخورين بها والحمد لله اننا وصلنا لها، ولكن كنظن ان الطموح هو اكبر بكثير، وهذا بشهاده الجميع، شهاده الناس اللي كيشتغلوا في وسائل الاعلام سواء العموميه والخاصه، بشهاده المعلنين، بشهاده الجماهير، بشهاده المواطن المغربي، ان كنطمحوا لما هو اكثر. باش نوصلوا لما هو اكثر خصنا التمويل العائق الاول. العائق الثاني هو التجويد ديال وسائل الاعلام وديال المشتغلين في وسائل الاعلام وديال ما كيقدموا المحتوى اللي كيقدموا وسائل الاعلام سواء العامه او الخصوصيه. التجويد كيبقى دائما مرتبط بالعائق المالي، لي ريسورس هيومان، بالعنصر البشري. اليوم عندنا واحد المؤسسات ديال التكوين ديال الفاعلين في القطاع اللي كتنتج لنا
عناصر بشريه اللي هي مؤهله، ولكن ما كتلقاش واحد الارضيه خصبه فين تشتغل وفين تبين على شنو تقدر دير، وما كيكونوش عندها امكانيات اللي كتعاونها باش دير. يعني كنظن العائق المالي هو اول عائق اللي كنواجهوه اليوم بالنسبه لتطوير الاعلام. واللي نعاود نركز عليه هو ان الواقع الحالي اقل بكثير من الطموح ومن الصوره اللي نبغيو نشوفوا على الاعلام المغربي، سواء اليوم او غدا مع كاس افريقيا او من بعد مع كاس العالم. كنظن اننا كنشوفوا هذا الهجوم الاعلامي الخارجي اللي كيتم على المغرب وعلى المستجدات ديال المغرب، وكنشوفوا كيفاش ما نقوم به في المغرب ما يصل اليه المغرب من انجازات كيتم التسويق ديالو اكثر بوسائل اعلام خارجيه من حيث الكم وليس الكيف كوسائل الاعلام محليه، لان عندنا اليوم واحد ما بقاتش حدود ديال المجال الاعلامي. يعني اليوم وسيله اعلام متواجده في اي دوله ومتواجده في مجموعه ديال الدول يمكن تكون حاضره اكثر من وسيله اعلام محليه وتنتج محتوى اكثر وتوصل للجمهور بطريقه اكثر، وهذا هو اللي فيه خطر على السياده الاعلاميه ديالنا، وهذا هو اللي خصو يخلينا نسرعوا ونضافروا الجهود باش نقويوا اكثر فاكثر الاعلام. ما هذا ما نتمناه. شكرا لك بزاف سي منير جازول، لكن ما يمكنش تكون معنا ونسالوا بلا ما نسولك على رايك في جيل زاد ديال الكره. المغرب وصلوا للثمن النهائي مع كوريا الجنوبيه اليوم، قصينا البرازيل ربحنا الصبليون. مع الاكل تاتي الشهيه، ولا كيبان لنا ربع نهائي ثمن نهائي محبط بالنسبه لنا، ولا تقصينا اليوم غنكونوا مقلقين كاملين. اقل حاجه بغينا هي الدومي فينال ولا الفينال، ولينا كنقولوا علاش لا نجيبوا الكاس. شنو بان لك؟ هاد العقليه الانتصاريه، عقليه ديال المغرب اللي كيربح الحمد لله انها كترسخ. زعما كيفرحني كثير ان نشوف مترسخه في جميع المجالات. اليوم كنتحدثوا على الاعلام، على دابا تحدثنا على الاشهار، الصناعه، الرياضه اللي هي واحد الرافعه واللي هي كتوصل بشكل اكبر للقلوب والجماهير والعقول. يعني كنظن انها دغايفه هذه الرياضه وبالاخص كره القدم اليوم المغرب اللي كيربح والعقليه ديال المغرب اللي كيربح، وهذا جيل زد كنظن انه هو الرافعه، وهو الالكترون اللي يمكن يجرب واحد السرعه اكثر هذه العقليه الانتصاريه ديال المغرب وديال المملكه المغربيه وديال ما يقوم به في المملكه المغربيه. كنظن اليوم ان شاء الله غادي ينتصر المنتخب المغربي، لان الا شفنا الطريقه باش لعب في المباريات الثلاثه الاولى، شفنا الجوده ديال العناصر ديالو، شفنا الجوده ديال الاطار التقني. كنظن ما يمكن لنا نفوزوا بالمباراه ديالو. شفنا كذلك كوريا يمكن يكونوا صعوبات، ولكن كنبقى واثق بشكل كبير ان شاء الله غندوزوا الربع النهائي ونمشيو ما ابعد من ذلك. نمشيو الفينال ان شاء الله. نمشيو الفينال. انا شو الفينال صافي ولات كتبان لي ساهله الفينال. انا الفينال ولا مع الجنزات ديال الكره ان شاء الله ولات كيبان الفينال سهله. شكرا بزاف سي منير جازولي، مدير التواصل والتسويق في بانك اوف افريكا، رئيس سابق للجام تجمع المعلنين في المغرب، وعضو الاتحاد العالمي. كتخلي هذاك الاتحاد العالمي للمستشهرين. شكرا، وفخورين ايضا انه يكون عندنا كفاءات مغربيه كتمثلنا في هيئات عالميه ودوليه، ماشي غير في الكره. عندنا القجع في الفيفا وعندنا منير جازولي في الفيفا ديال الاشهار. تبارك الله عليك سي منير، شكرا لك ومرحبا بك معنا دائما على شادة FM.